بالنا منها، بس ربنا عز وجل ألهمها. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى إيه؟ حتى إيه؟ يا جماعة أنا عايز بس الكلمة الثانية، حتى إيه؟ تستأنسوا مش تستأذنوا. طب إيه الفرق بين إن أنا أستأنس وإن أنا أستأذن؟ طيب الاستئناس هو إن صاحب البيت يكون مستعد لاستقبالي وإنه يقعد معايا الوقت اللي هو محدد ليا. لكن أستأذن ممكن يكون صاحب البيت ما عندوش وقت بس مكسوف مني وأنا فاضي بروح أقعد. يبقى لازم أستأنس الأول للبيت وأكون متأكد مليون في المية إن أختي مش هجيب حد غريب، خالتي الوقت ده مناسب ليها وما وراهاش حاجة. طيب الوقت مناسب ليها وما وراهاش حاجة واستأنسنا وقعدنا وحصل ظرف طارئ عندها، أستأذن وامشي عشان هي تشوف إيه؟ تشوف حاجة. يبقى الاستئناس مش الاستئذان. ما اقعدش عند حد وهو مكسوف يقول لي أنا ورايا حاجة. ألاقي أختي ماسكة التليفون بتقول والله أنا ما كنت جايالك بس أختي جت. والله أنا كنت جايالك بس صاحبتي جت. ده معناها قومي امشي عشان أنا ورايا مشوار. والله يا دكتور لو نقدر نأجل بس الميعاد ساعتين عشان جاله ليه؟ يبقى هي جايه بتقول لي أنا عندي ميعاد دكتور. بيتكلم مديرها والله أنا خلصت الشغل بس جاله ليه؟ يبقى هي وراها شغل ولكن اتكسفت مني وقاعدة معايا وأنا معطلها أو معطله. فلو سمحتم يا أيها الأولاد يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. كمان السلام ورد السلام بيفرق قوي. لما أخش على واحد يقول السلام عليكم رد السلام بيبان إذا كان هو حابب زيارتي ولا عنده حاجة وراه يعملها. أرجوكم ولادنا وأطفالنا عاملين زي السفنجة، إحنا اللي بنملاها. أرجوكم ما تسيبوش الطفل يقول لك هو هيتعلم لوحده أو لما يكبر هيقع. لا ده أنا راجل زني في ودنه زني في ودنه زني في ودنه. ما تسيبوش للتلفزيون والثقافات الغريبة اللي هتبنى دماغه. ما تسيبوش للمدرسة قوي. لازم لما يرجع المدرسة أخدت إيه النهارده؟ وعملت إيه مع أصحابك؟ ولو في حاجة قعدتنا. أنا عارف إن الأمهات مشغولة بالأكل والشرب والمصاريف والأمور بتشتغل، ولكن ابني وبنتي أهم من كل ده. سأقول لك